في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة. استقبل ماكرون بحفاوة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث اصطحبه في جولة مميزة داخل سوق خان الخليلي العريق. يعد خان الخليلي بقلب القاهرة الإسلامية من أبرز المعالم التاريخية والثقافية، حيث يمتد تاريخه لعدة قرون. في هذه الجولة استمتع الرئيس ماكرون بالتعرف على التراث المصري الغني وتذوق الأجواء الفريدة لهذا المكان. تضمنت الجولة زيارة لساحة الحسين، حيث توقف الرئيسان أمام المسجد الشهير وتفاعلا مع المواطنين الذين رحبوا بهما بحرارة. هذا التفاعل يعكس عمق العلاقات الودية بين الشعبين المصري والفرنسي. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وتؤكد على الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة، مع التطلع إلى مستقبل مشترك من التعاون والتفاهم. في موقع خبر اليوم الإخباري نقدم لكم أبرز الملخصات على الساحة الدولية. ما تنسوا الاشتراك في القناة.